السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى أقول لك على خدعة جديدة ومهمة جدا في الإكسل. لو أنت عندك قائمة أسعار مختلفة ما بين منتجات، والمنتجات دي أسعارها حصل لها أبديت، فبقى عندك سعرين، سعر جديد وسعر قديم. أو لو أنت عندك امتحان طلاب عندك صححوه وأنت صححته من خلال بابل شيت من خلال الكمبيوتر وصححته يدوي. او لو انت عندك موظفين كانوا بيقبضوا قبض وبياخدوا نفس القبض التاني، مهم ان انت عندك شيتين فيهم قيم. القيم دي في قيم فيهم لسه زي ما هي وقيم مختلفة. يعني انا هنا عندي منتج، كل منتج ليه سعر قديم وسعر جديد، في منتجات اتغيرت ومنتجات لسه ما اتغيرتش. منتج واحد هنا ب1000 لسه برضو ب1000، منتج اتنين ب2000، منتج تلاتة ب1000، 3000 هنا بقى 3500. هتعمل ايه؟ هتحدد الصفين اللي فيهم المنتجات، وهتدوس من الكيبورد كنترول جي، هيطلع لك النافذة دي كده. هت... هتشيل، هتلاقي في الريفرنس لو في اي حاجة موجودة بتشيلها. في المربع اللي موجود فيه ريفرنس ده لو في اي حاجة موجود بتشيلها خالص، وبعد كده بتدوس على سبيشال اللي تحت دي، ومن فوق بتختار اول واحدة رو ديفرنس وبتدوس اوكي. هو كده علمنا على الحاجات اللي حصل فيها اختلاف، بس انا عايزه يديها لون احمر، فبطلع فوق وبختار ان هو يديها باللون الاحمر عشان تبقى ظاهرة. وبالشكل ده هو جاب لك القيم دي هي اللي فيها اختلاف، يعني القيم اللي كانت موجودة في الصف الاول وموجودة في الصف التاني زي ما هي، والقيم اللي موجودة في الصف الأول واتغيرت في الصف التاني خدت اللون الأحمر. هنا ال3000 بقت 3050، ال4000 بقت 4200. ما تنساش تعمل لايك وفولو واستنى كل جديد معانا.